ازيكم؟ يعني وحشتوني جدا جدا جدا. دي اول وصفة انزلها بعد غياب تقريبا سنة. مبسوطة جدا ان انا راجعة بوصفة كانت اتطلبت مني كتير جدا. من الناس اللي متابعاني على اليوتيوب كانت عايزة الوصفة، وبرضو من ناس كانت عايزاني اعملها وابيعها في الكيترينج. النهاردة هنعمل التريليتشي. شايفين شكل الكيك حلو ازاي، سواء المسام. شكلها جميل جدا. طبعا انتوا عارفين التريليتشي اساسا كيكة، وهي نوع الكيكة بيبقى سبونج كيك، ومسقية 3 انواع حليب، وطبعا بتتحط عليها من فوق الكريمة. ممكن طبعا نحط عليها اي نوع فاكهة عندنا، او نرش عليها كراميل كده وتبقى زي النسخة التركي اللي احنا نعرفها. طبعا هي اتشهرت في مصر كتير، وناس كتيرة بقت تعرفها دلوقتي وبقوا يطلبوها. بس المشكلة انها لما بتتباع بره بتبقى سكرها عالي قوي. في منها بيبقى سكرها عالي، وفي منها ما بتبقاش حلوة. ما بتبقاش مخدومة حلو. احنا بقى هنعملها حلو مظبوطة وجميلة. تعالوا مع بعض نشوف ازاي هنعملها. بص بقى منظرها حلو ازاي، والكيكة طرية وحلوة ازاي، مش قادرة اقول لكم طعمها قد ايه حلو. يعني مش قادرة اقول لكم قد ايه. تعالوا مع بعض نشوف الوصفة والمقادير مع بعض. نوع السبونج اللي انا هستخدمها هي الجينواز. الجينواز من السبونج او من انواع السبونج السهله جدا. اسهل كتير من الشيفون. وانا هنا عامله مقدار كبير لان الصينيه بتاعتي كبيره، بس انا هكتب لكم في صندوق الوصف نص المقدار. انا هنا عندي 8 بيضات، وطبعا لازم يكونوا بدرجه حراره الغرفه. عندي هنا الدقيق، وانا هنا بستخدم دقيق 5 ستارز لجميع الاغراض. نسبة الجلوتين اللي فيه بتبقى قليلة وبيبقى حلو قوي في الكيك. ممكن برضو نستخدم دقيق كينج ام. وعندي هنا من الدقيق 240 جرام. وعندي هنا السكر برضو 240 جرام، ويستحب نستخدم سكر يكون حبيباته صغيرة. عندي هنا الزبدة سايحة مع اللبن. مقدار الزبدة 60 جرام ومقدار اللبن 60 جرام. أنا سيحتهم وسخنتهم في الميكروويف شوية كده يدفوا، يكونوا دافيين. وعندي هنا نص معلقة من الملح. وعندي هنا الفانيليا بتاعتي. اول حاجة هنا هضيف الملح بتاعي، وبعدين هنزل كمية السكر بتاعتي كلها. اهم حاجة في الوصفة دي ان احنا نجيب بولة تكون على قد حجم البيض. يعني احنا هنعمل نص مقدار، نجيب بولة اصغر، لان ده بيفرق في قوام البيض المضروب في الاخر. وبرضو الوصفة دي يستحب ان احنا نستخدم مضرب الكهربائي اليدوي بتاعنا او الهاند ميكسر. بلاش نستخدم العجانة برضو عشان نعرف نسيطر على ضرب البيض، لان اهم حاجة في كيكة الجينواز هو ضرب البيض. احنا عايزين نوصل بضرب البيض لقوام معين، هو قوام كريمي وحلو، والفقاعات الهواء ما تكونش كبيرة. دلوقتي انا يعني ماسكة مضرب البيض وبلفه كده زي ما انتم شايفين. بدوب بس السكر. اول ما السكر يبتدي يدوب انا بوقف او بثبت المضرب بتاعي. انا كل ده مستخدمة السرعة العالية، اعلى سرعة عندنا. يعني ايدي اللي انا ماسكة بيها المضرب ثابتة، وبحرك بالايد التانية البولة زي ما انتوا شايفين، عشان اوصل بقوام البيض المضروب للي انتوا شايفينه ده. شايفين القوام كريمي ازاي وحلو، وتحسوا ان فقاعات الهواء مش كبيرة، تحسوها كده صغيرة ومتجانسة. هو ده اللي احنا عايزينه. هياخد مننا وقت شوية، بس مش مشكلة. هنفضل زي ما قلت لكم مثبتين ايدينا اللي ماسكة المضرب، وبالايد التانية بنلف، وهنفضل نضرب لحد لما ناخد حرف 8 بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. نعمل حرف 8 يفضل ثابت. اول ما نوصل للمرحلة دي هنشغل مضرب البيض بتاعنا على اوطى سرعة، ونفضل برضو مثبتينه بايدينا، والايد التانية بتلف البولة. وهنفضل مشغلين المضرب لمدة دقيقة بالظبط. ده برضو بيساعد على ان الخليط لو فيه اي فقاعات هواء كبيرة انها تروح. بصوا الخليط قد ايه بقى ناعم وكريمي وبيلمع كده، وتحسوه مظبوط. هو ده وصلتوا للخليط بالقوام ده، يبقى ان شاء الله الكيكة بتاعتكم ناجحة. دلوقتي هننخل الدقيق بتاعنا على خليط الكيك. مهم جدا ان احنا ننخل الدقيق ده، مهم عشان الكيكة بتاعتنا تبقى هشة. نمسك بقى سباتشولا او مضرب بيض يدوي زي ما انتوا تحبوا. انا اخترت مضرب البيض اليدوي لانه اسهل بالنسبة لي ولان الكمية كبيرة.
وزي ما انتوا شايفين انا بقلب بالمضرب من فوق لتحت وبالراحة. مهم جدا ان احنا نقلب من فوق لتحت وبالراحة مش بسرعة، عشان الهواء اللي احنا دخلناه في البيض ما يروحش. شايفين القوام قد ايه كريمي وبيلمع وحلو، وهنفضل نقلب كده لحد لما نحس ان دي كله تجانس مع خليط البيض. دلوقتي انا هحط الفانيليا على خليط اللبن والزبدة، وهبتدي اخد حبة من عجينة الكيك واقلبهم مع بعض عشان اسهل عليا خلطهم كلهم في الاخر مع بعض بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. وهرجع باقي الخليط في البولة الكبيرة، وهبتدي برضو زي ما بنقلب بنفس الطريقة من فوق لتحت وبالراحة عشان نطمن ان الهواء ما يطلعش. وبرضو هنفضل نقلب لحد لما نحس ان الخليط بتاعنا كل المكونات اللي فيه اتجانست مع بعض كويس. انا هجيب الصينيه بتاعتي، الصينيه مقاسها 30 في 30، صينيه الومنيوم. طبعا لازم نحط ورق خبز من تحت عشان الكيكه بتاعتنا ما تلزقش. انا مش دهنه الجوانب خالص. هبتدي انزل خليط الكيك بتاعي. شايفين الخليط ناعم ازاي ومتجانس، جميل جدا. هو كده يعني ان شاء الله تكون ناجحه معانا. هنزل الكيكه كلها وهبتدي اضرب الصينيه في الترابيزه بالمنظر ده عشان اطلع اي فقاعات هواء واسعه او كبيره. انا طبعا مشغله الفرن من بدري على درجه حراره 160. هدخلها، هي قعدت معايا ساعه الا ربع. طبعا الوقت بيختلف من فرن للتاني، وطبعا المقدار كبير. طبعا مش هنفتح باب الفرن خالص لحد ما تستوي. ده منظرها بعد ما اتخبزت. وطبعا بنعرف انها خلصت لما بنحط خلة كده ونطمن انها طالعة نظيفة. هسيبها بقى تهدى خالص عشان مفروض لما نسقيها لبن او خليط اللبن بتاعنا تكون باردة تماما مش سخنة. نيجي بقى لخليط اللبن او السقية بتاعتنا بتاعة الكيك. طبعا ممكن نعملها اقتصادية، لبن وسكر بس، ممكن تبقى لبن وكريمة وسكر زي النسخة التركي زي ما نحب. انا هنا هقول لكم الطريقة بتاعتي. انا حطيت 600 جرام من اللبن، وهحط فوقيهم علبتين من القشطة. وعلبتين القشطة دول هيبقوا محل اللبن المبخر. بحس انها بتدي طعم اغنى وملمس اغنى عن اللبن المبخر. وهحط رشة من الملح يعني ربع معلقة صغيرة، وهحط الفانيليا بتاعتي. وبعد كده هحط لبن باودر او بودرة اللبن او بودرة الحليب 300 جرام. وده هيبقى بدل اللبن المكثف المحلى، لان انا مش عايزة السكر الكتير اللي في اللبن المكثف المحلى. انا بس هحط 60 جرام من السكر البودرة. ده بالنسبة لي هيبقى افضل. طبعا كمية السكر راجعة تماما للذوق، كل واحد زي ما يحب يزود او يقلل زي ما يحب. ده شكل الخليط بعد ما قلبته. طبعا احنا بنحط الخليط على جنب لحد لما الكيكة تبرد تماما. انا حطيتها على شبكة عشان تبرد خالص وتبرد اسرع. هقلبها بقى على ظهرها زي ما انتوا شايفين بالمنظر ده عشان تبقى سهلة. وهبتدي اخرمها بالخلة كده زي ما انتوا شايفين، وهبتدي ان انا احط الخليط اللبن بتاعي بالمنظر ده. طبعا انتوا هتحسوا ان الكمية دي كبيرة قوي، او ان الكيكة مش ممكن هتشرب كل ده. لا، هتشربه كله. عايزة زي ما انتوا شفتوا كده ما جينا نقطع الكيكة في الاول الفيديو، تحسوا ان الكيكة مش مسقية حاجة من كتر ما هي شربتها كلها. انا هدخلها التلاجة ليلة كاملة تشرب الخليط ده براحتها خالص. وتاني يوم هنحط الكريمة بتاعتنا. بالنسبة بقى للكريمة، انا عندي هنا 500 جرام من الويبنج كريم او كريمة الخفق للحلويات. وهحط فوقيها السكر البودرة. هحط 30 جرام من السكر البودرة اللي هي ربع كوباية. طبعا برضو كمية السكر دي راجعه لنا تماما. هحط بقى عشان يبقى الطعم غني وحلو. طبعا انا هنا حطيت فانيليا، رشة فانيليا. هحط 100 جرام من الجبنة الكيري. زي ما انتوا شفتوا اللي هي كيري سبريد. طبعا دي حاجة مكون اختياري، يعني ده مكون اختياري ممكن نعمله وممكن لا. هضرب بقى الكريمة كده لحد لما تمسك وتبقى بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. ده منظر الكيك تاني يوم. شايفين شربت كل حاجة ازاي، واللي باقي فوق ده حاجة بسيطة جدا. يعني زي ما انتوا شفتوا شربت تماما. هبتدي ان انا احط بقى خليط الكريمة المخفوقة بتاعتي فوق الكيك بتاعي بالمنظر ده. وابتدي ان انا احاول ان انا اوزعها كده كويس على سطح الكيك بتاعي.
بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. طبعا هي المفروض انها بعد ما نحط الكريمة انها تقعد كده يعني 5 ساعات او حبة حلوين كده عشان الكريمة تثبت، بس انا كالعادة بصراحة يعني استعجلت فسبتها ساعتين بس. وطبعا كانت النتيجة وانا بقطعها قدامكم الكريمة ما كانتش لسه سبتت، فيعني جت على الكيكة، فكنت اضطريت ان انا اقطع قطعة تانية عشان الكيكة نفسها تبقى واضحة ليكو، وتبقى باين شكلها والمسام بتاعها وشكل الكيك نفسه، وتبقى شكل القطعة حلوة. طبعا زي ما انتم شايفين انا مش قادرة اقول لكم هي طعمها حلو قد ايه، واحلى بكتير بكتير عن اما تشتروها من بره. السكر بتاعها حلو ومعقول وخفيفة وحلوة وطعمها تحفة، احلى بكتير ومخدومة احلى بكتير من لما تشتروها من بره. ان شاء الله الوصفة هتعجبكم باذن الله، وهتلاقوا دايما وصفاتي مكتوبة تحت كل فيديو، واشوفكم في فيديو جديد. باي باي، مع السلامة.